من حوالي 3 سنين في خبر ناس كتير أوي استغربته وما كانوش فاهمين. الخبر كان إن عصام صاصا وصل لتاني أكتر مطرب استماعا بعد عمرو دياب في مصر. مين تاني في التلاتة الأوائل؟ أنا معرفوش والله وما أقصدش حاجة. واحد اسمه عصام صاصا. الناس كانت مستغربة مين اللي بعد عمرو دياب ده؟ مين اللي بعد عمرو دياب؟ مين المركز التاني؟ عصام صاصا. طب حسن شاكوش احنا عارفينه، وحمو بيكا برضه احنا عارفينه، أمال مين عصام صاصا ده؟ ازاي يكون مطرب تاني أكتر استماع في مصر والناس مش عارفاه؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ فقلت خلاص يا عم بلاش المركز التاني. عصام صاصا أكتر استماعا في مصر، لا لكل المنصات في 2023. عن أغنية عصام صاصة مشاركني ليكو، بس كنت مش عارف تقراها يعني هنسمع عنها ازاي؟ ناس برضو لسه مش عارفين مين عصام صاصا. انا بكلمك عن خبر بقاله كتير شوية، انا بكلمك عن اكتر واحد الناس بتسمعه في مصر، وازاي الناس مش عارفين. عصام صاصا اخد جايزة افضل مطرب مهرجانات في مصر في 2023، وعموما دي كانت تاني سنة على التوالي انه ياخد الجايزة دي. ففكرت مع نفسي شوية، ازاي واحد اسمه عصام صاصا في اخر 4 سنين كان بيتحط ضمن افضل مطربين في العالم، وخد جايزة أحسن مغني مهرجانات في مصر 2 على التوالي، وأغانيه معدية مئات الملايين، وكمان أغلب أغانيه بتطلع ترند زي أغنية مسا مني ليكو. طب ازاي؟ هل من الطبيعي ان يكون في ناس مش عارفين عصام صاصا؟ يعني على الأقل لو حد قالك تعرف عصام صاصا تقول له يعني سمعت أغانيه قبل كده، إنما مفيش حد يعرفه نهائي. ده وصلت لدرجة إن العسيلي قال إنه معرفوش مع إنه مطرب زيه. العسيلي طلع وقال متصدر جميع المنصات واحد معرفوش اسمه عصام صاصا. انا في واحد معرفوش خالص وعمري في حياتي ما سمعته. اسمه عصام صاصا. طيب أنا مش عايزة أفاجئك وأقولك إن أنت كمان ما تعرفش مين هو عصام صاصا حرفيا. حتى لو حاولت تعرفه ودخلت على جوجل بحثت عنه وبحثت عن مين عصام صاصا هيظهر لك حاجات بسيطة، اللي هو اسمه عصام طه وساكن فين، يعني مش هيقولك أي معلومة عنه اللي هي تفيدك جدا. وده لأن عصام صاصا مش بيطلع كتير في لقاء تلفزيوني أو أي برامج، كمان لما بيطلع يعني مش بيتكلم فيها عن نفسه كتير. والطبيعي لما واحد بينجح شوية يعني لازم يطلع يقول ايه سبب نجاحه وبدأ ازاي ورحلة كفاحه كانت عاملة ازاي، انما عصام صاصا ما عملش كده خالص. بس عارف بقى ايه الجامد في كل اللي انا حكيتهولك ده؟ ان عصام صاصا اصلا قصد يخليك انك ما تعرفوش. حياتي زي فيلم احداث وعمود للضحية كان دوري. عصام صاصا انا بشوفه ان هو من اذكى مطربين المهرجانات في مصر، لان عصام صاصا عارف وفاهم هو بيعمل ايه وليه اصلا مش بيحاول يجيب معلومات عنه. وعلى فكرة عصام صاصا حسبها صح، اقولك ازاي؟ لان 99 من المغنيين بيطلعوا فوق فوق خالص وفي الاخر بينزلوا تاني، انما عصام صاصا كان بيطلع فوق لكن مش سهل ان هو ينزل. هو صاصا جه قالك لا، هاتلي كل الجامدين اللي كانوا قبلي عشان اتعلم منهم وايه الغلطات اللي خلتهم ينزلوا تاني. وعموما هو اتعلم من كل اللي كانوا قبله مش مغنيين بس، يعني عندك مثلا عمرو دياب كان طول حياته الفنية اللقاءات اللي عملها يعني يتعدوا على الصوابع، وده هو السبب ان هو رقم 1 في جميع المنصات. عصام صاصا عمل ايه بقى؟ اتعلم الدرس من عمرو دياب. عصام صاصا مش بيتكلم كتير في التلفزيون، هو تقريبا مش بيتكلم خالص، فهو قالك ايه يا انا يا باشا مش طالع خالص. وحتى لما خد جايزة افضل مطرب مهرجانات المفروض يعني ان هو يطلع يقول كلمة بعد ما ياخد الجايزة، المتوقع ان هو يقول يعني انا عملت ايه عشان اوصل للمكان ده، بس لا، عصام صاصا طلع وقال انا بشكر كل اللي وقفوا جنبي وبشكر اهلي بس، وقام واخد الجايزة وماشي. مبدئيا حابب اشكر كل نجوم الوطن العربي وكل نجوم مصر اللي منورينا النهارده، وبعد الجائزه دي لام رحيم ورحيم. شكرا. ولو المذيع مثلا وقفه وقعد يسأله أسئلة إجابته بتبقى على قد السؤال بالظبط. طب بتشوف بقى الانتقادات اللي بتتقدم لمطربي المهرجانات؟ كلهم ناس اخواتنا عادي وفوق دماغنا. عصام صاصا مع كل الأرقام اللي وصل لها دي تقريبا الإعلان الوحيد اللي وافق إن هو يعمله كان إعلان لفودافون، وكان طالع بصوته بس يعني ما طلعش بوشه أصلا. محسوبك عم الغلابة طرف سقية في دنيا غابة، بني آدمين دول ولا ديابة كله عايز مني حاجة. طب مثلا لو جينا بصينا على اللي هما أكتر 2 عملوا أرقام وكده، أكيد هيجي في دماغك اسمين معروفين جدا. أول إجابة هتيجي في دماغك هما
اوكا اورتيجا. اوكا اورتيجا تقريبا مفيش حد يعني في مصر كلها ما سمعوش. تقريبا فرصة انك تكون مش عارف مين هما اوكا اورتيجا دي 1%. طب سؤال مهم، هما فين دلوقتي؟ مفيش حد يعرف يفسر لك هما ليه اوكا اورتيجا اختفوا. ممكن تلاقي حد يقولك ان هما انفصلوا مثلا وكل واحد بدأ يغني لوحده، بس لا، بس اسمع حمو بيكا قال عليهم ايه. ما بقوش موجودين، اختفوا لما سابوا بعض. غير كده الناس دي على الميديا مش متواصله مع الناس يعني. بس لو هتسألني انا، ان اوكا اورتيجا يعني ما كانش في حد قبلهم يشوفوا ايه الاخطاء ويتعلموها منه. اجيب لك من الاخر، اوكا اورتيجا هما اللي كان بيتجرب فيهم عشان المغنيين الناشئين يتعلموا من اخطائهم، لغاية اما جت فترة في مصر ما كانش حد بيسمع اوكا اورتيجا. ليه السبب؟ لان اشكال المهرجانات بدأت تتغير وبدأ يجي اغاني جديدة، فالناس يعني اتعودوا على ستايل اوكا اورتيجا، فبدأوا انهم يسمعوا الستايلات الجديدة اكتر. زي ما انت شفت كده، وصلوا لمرحلة نجاح عالية جدا وطلعوا فوق جدا، لكن للأسف نزلوا تاني، وهي دي اللي أنا بقولكوا عليها. والناس خلاص بدأت تزهق من الجو ده، يعني بدأوا يسمعوا حاجات تانية وما عادوش بيركزوا مع اوكا اورتيجا خالص. صاصا جه بقى عمل ايه؟ قالك لا، انا هتعلم من اللي قبلي، الناس بتزهق بسرعة، خد تنوع للصبح. تقريبا كل مهرجانات صاصا متنوعة وفيها نسبة تنوع، مش بيثبت على حاجة معينة. عايز تفرح هتلاقي، عايز تزعل هتلاقي، عايز رومانسي هيعمل لك، موال اغني لك. يا اخي ده وصل لدرجة ان هو غنى اغاني مش مهرجانات اصلا. يعني مثلا عندك اغنية ما تقوليش كان غصب عني، دي مش مهرجان، دي اغنية. فهو عموما ما عندوش مانع ان هو يخرج بره سياق المهرجان، ان هو مش محدد نفسه في حتة معينة. بس المشكلة في الحتة دي ان يبقى فيها شوية ريسك، لان انت بتبقى زانق نفسك في حتة معينة وبتبقى زنقة كبيرة قوي، ممكن في لحظة تخسر كل حاجة. هتقولي يعني ايه؟ مش فاهم. عايزك تركز معايا، ان اغلب الناس اللي غنت واتشهرت هتلاقيهم في الغالب جامدين في نوع معين بس، انما صاصة غير كده خالص. يعني مثلا روبي الوقت يعني مش ظاهرة خالص. روبي جت فترة عليها ان هي كانت مغنية اللي يعني اغلبية مصر كلها بتسمعها، لانها كانت مركزة في ايه؟ في رتم معين. انما عصام صاصة لحد دلوقتي الناس كلها بتسمعه لانه متنوع، بيعمل اغنية حزن واغنية فرح كده، يعني ده اسمه تنوع. وزي ما انت شفت ان الذكي هو اللي مش بيزنق نفسه في حتة معينة. يعني ويجز مثلا قفش الموضوع ده، قالك ايه؟ محدش يحشرني في يعني حاجة معينة، ستايل معين يعني، وقال انا بحب اجرب كل شوية حاجة جديدة وبتعلم. انا بحاول ابقى كرييتيف بشتى الطرق، انا بحاول اخرج من كل قالب حد هيحطني فيه. يعني انت تقول لي انا رابر، انا فعلا رابر واكتر بشويه. عايزك تركز بقى على الجملة اللي جاية دي، عشان في الحتة دي بالذات انت هتفهم قصدي. يعني في كل اللي قلنا ده، ويجز قال ان انا مش عايز الموضوع اللي هو يبقى راب بس، انا نفسي عمري يبقى اطول، فنفسي برضه الموضوع اللي هو ما يبقاش راب بس وكده، فاهمين؟ نفسي برضو ما يبقاش الموضوع انا براب بس ولا مش عارف ايه، لا انا عايز عمري كفنان يبقى اطول بشويه، عايز اعمل حاجه كلاسيكيه، عايز اعمل حاجه. عصام صاصا بقى عارف المعلومة دي من ويجز. يعني مثلا لما المذيعة سألته هو احنا ممكن نشوفك في حاجة غير المهرجانات، بص قال لها ايه؟ مثلا بتقدم حاجه ان شاء الله، ان شاء الله تشوفوني في اي حاجه، اي حاجه ليها علاقه بالغنى هتلاقيني فيها. مقتنع ان انا ممكن اغني اي حاجه عادي. لكن هتلاقي بقى اغلب المغنيين بينزل لك ألبوم كل سنة، ولكن لو مغني كريم شوية ممكن ينزل لك اغنية كل شهر. لكن مش عايز اصدمك واقول لك ان عصام صاصا منزل 4 اغاني في شهر واحد، ده اللي هو ازاي؟ اكيد بقى انت هتقول يعني هما بينزل 4 اغاني بس هتلاقيهم مش جايبين مشاهدات، بالعكس. هقول لك بقى ان كل اغنية فيهم معدية 2 مليون مشاهدة. طب ازاي عصام صاصا بينزل اغاني كتير كده؟ ازاي بيعرف ينتج اصلا الاغاني ويطلع يعني الاغاني بشكل جميل وصوت راقي؟ يعني مثلا في 2019 نزل اكتر مهرجان جاب مشاهدات في مصر كلها، هي اغنية بنت الجيران. بنت الجيران شغلة لنا عنايا. هقول لك بقى عصام صاصا عمل ايه، ان هو كان بيجيب اغنية ناجحة بس قديمة وياخد اللحن بتاعها ويبدأ يطوره ويعمل بقى الأغنية بشكله هو. والموضوع ده يا جماعة بيضرب جدا. يعني عندك مهرجان قديم كده اسمه عيون القلب. عيون القلب سهرانة، والأغنية دي أصلا متاخدة من أغنية نجاة الصغيرة بس شعبي. فعصام صاصا ايه؟ اتعلم، جرب الخلطة وبالفعل نجحت معاه.
اصحى معايا بقى في الحتة اللي جاية دي، مهرجان ما بلاش بكاسة. لحنها جاي من أغنية روبي جانب هداوة. وكمان مهرجان ممنوع حد يقرب منك. ممنوع حد يقرب منك يا وحش الكون يا سابي سنك. لحنها جاي من أغنية وردة أنا بتونس بيك. وساعات بتمنى اني اشوف او حتى اشوف منك طيفة. وكمان مهرجان يا قلبي لا ما حبيتكش. قاعد وبحسب السنين زعلت كم فرحت كمان. لحنها جاي من أغنية حمزة نمرة من رياح الحياة. تهب يا رياح الحياة دايما بما لا اشتهي. عصام صاصا حرفيا أذكى مطرب مهرجانات جه في مصر. كله سابني بقيت لوحدي دنيا بيني وبينها تحدي. والفيديو ده أنا عامله عشان أثبت لك إنك ما تعرفش عصام صاصا، وحبيت أعرفك شوية حاجات عنه كده. وهقول لك حاجة كمان، أكيد لما تكون ماشي في الشارع ساعات بتسمع توك توك مشغل أغنية لعصام صاصا، والأغنية دي بتكون فيها جملة كده لازم تكون قريبة من قلبك. يعني ايه قريبة من قلبك؟ يعني مثلا انت دلوقتي شاب وشايف الحياة صعبة عليك جدا، يوم عامل أغنية تحس ان هو بجد بيكلمك، انت بيقولك الكلام في وشك. وده من اسباب يعني اللي بتخلي عصام صاصا اغنية تتسمع، لانك بتحس ان الاغنية دي بتلمسك من قلبك. هقولك يعني مثلا تحس ان الناس اتخلوا عنك وسابوك، هتلاقي الاغنية دي. كله سابني بقيت لوحدي دنيا بيني وبينها. ولو صاحبك راح كلم حبيبتك من وراك هتلاقي الاغنية دي. حرفيا انا ممكن اعمل لك فيديو ساعة كاملة اقول لك الاغاني اللي عصام صاصا بينزلها بجد بتلمسنا قد ايه، واقول لك كل الاغاني اللي نزلها وانت لما تسمعها هتعرف ان هي قريبة من ناس كتير جدا، من التعب بقى والبهدلة والفرح، ومثلا حبيبتك سابتك، يعني حاجات كتير كده. سوري، حبيبتك سابتك. من اشهر الحاجات اللي شهرت المهرجانات هي ان المطرب بيغني تحس يعني يا ابني انت فيك بجد المشكلة اللي فيا ولا ايه. فزي ما قلت لك ان عصام صاصا يتكلم يعني عن 90% من مشاكل الحياة اللي واجهت اي شاب واي واحد نفسه يبقى حاجة. فبنسبة كبيرة اوي يعني عصام صاصا ينزل اغنية هتيجي معاك حتة منها انك عايشها في الواقع. وانا بجد حاسس ان عصام صاصا هيفضل طالع فوق وان شاء الله مش هينزل، بس يعني برضو يعني كل فترة بيبقى في رقم واحد. ممكن اللي فضل رقم واحد لفترة طويلة جدا هو المطرب العالمي يعني بكل فخر هو عمرو دياب. وصراحة أنا بحب عمرو دياب جدا. فكده كده برضو في ناس هتطلع جديدة وفي ناس برضو بينزلوا، فاهمين؟ وبس ده يعني كل الفيديو بتاعنا عن المطرب العالمي عصام صاصا وكده. كنت حابة أعرفكم يعني حاجات كتير عنه، وبجد بجد بجد الفيديو ده تعبني، ولازم تقدرني بقى بلايك واشتراك بقى، لازم. واهم من كل ده طبعا انك تصلي على النبي وتدعي لاخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.